نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون، يلبس لباس الأمراء ويعيش بين مظاهر النعيم والطرف، لكن عينيه كانت تكشف سرا دفينا، فهو يعلم أنه ليس منهم، بل من بني إسرائيل المظلومين. كان قلبه مع المساكين، يراهم يستعبدون ويعذبون، فلا يهنأ له عيش ولا يطمئن له قلب. وفي ليلة من الليالي خرج موسى إلى المدينة، فإذا برجل من بني إسرائيل يصرخ طالبا النجدة من قبطي من جنود فرعون. اقترب موسى ليحجز بينهما، فضرب القبطي ضربة واحدة بيده، فسقط ميتا. لم يكن موسى يقصد قتله، لكنه وقع في الخطأ، فقال في ندم: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم رفع يديه مستغفرا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له، إنه هو الغفور الرحيم. وفي صباح اليوم التالي انتشر خبر الحادثة، وبدأت جنود فرعون تبحث عن موسى. اشتد الخوف في قلبه، حتى جاءه رجل يسعى من أقصى المدينة وقال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. عندها قرر موسى الرحيل، وخرج من مصر مسرعا ينظر حوله بدموع وحزن، وهو يتمتم: ربي نجني من القوم الظالمين. وهكذا خرج موسى من مصر وحيدا خائفا، لكنه لم يكن وحده حقا، فقد كان في رعاية